السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هبدأ معاكم فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بصراحة يا جماعة انا مبسوطة جدا جدا جدا. الفيديو اللي فات عملتولي كومنتات حلوة وشجعتوني قوي قوي قوي، فانا مبسوطة منكم جدا جدا. ويا رب كده تكون فيديوهاتي تعجبكم على طول، واشوف كومنتاتكم كده على طول. النهارده بقى الفيديو ده نزل متأخر شوية عشان نزلته باظ ويبقى نزله تاني. آه الفيديو ده كان المفروض ان هو العزومة بتاعتنا كلنا متجمعين في بيت العيلة، كلنا انا واخواتي وولادنا وكلنا الحمد لله. فكنا بنحضر لها قبل العيد بكذا يوم كده. كنا عاملين بقى محشي فضلة خيركم كده محشي وفراخ بانيه وكنافة، ويعني الحمد لله. فاحنا هنا كده يا جماعة ده كان بصل بنقطعه كده عشان نعمل التسبيكة بتاعة المحشي. طبعا العزومة دي خدت لها يعني ايه مراحل. يعني مرة نشتري كرنب ونسلقه، ونفرزه في التلاجة عشان يبقى جاهز، ونقطعه ونفرزه في التلاجة. مرة تانية نشتري الخضرة وننضفها ونقطعها ونحطها برضو ايه في الفريزر عشان تبقى جاهزة. مرة تانية مثلا نجيب الرز مثلا ونجهزه. يوم تاني نعمل التسبيكة ونكون مصلصلين الطماطم. فكل يوم كنا بنعمل حاجة. وقبل العزومة بيوم بقى رحنا ايه وجبنا البانيه ونضفناه حطيناه في الفريزر برضو. قبل بقى العزومة بيوم أو بيوم طلعنا الفراخ البانيه وتبلناها وحطيناها في التلاجة علشان تبقى متبلة كده وتشرب من التتبيلة. وكمان قبلها بيوم برضو عملنا التسبيكة طلعنا تسبيكة المحشي وحطينا عليها الرز، وقعدنا بقى نحشي قبلها بيوم علشان لما كلنا نيجي في اليوم اللي احنا معزومين فيه تكون الحاجة جاهزة على التسخين أو التسوية بس أو التحمير. يعني كده احنا كنا اهو. آه، ده كده حلة محشي. مش عايزة اقولك محشي كان تحفة تحفة. وهنا كده كنا بنكمل حشو. ده كده كان قبلها بيوم قبل العزومة بيوم. طبعا اللي كان موجود كان بيساعد وكل واحد بيساعد باللي ايه يقدر عليه. فده كده اهو. ده كرنب كنا مفرزينه اهو حطيناه في الفريزر ومطلعينه يفك. وكنا بقى اللي ايه اللي يحشي اللي يسوي اللي يصلصل اللي موجود يعمل اي حاجة كده عشان ايه كلنا نساعد بعض. بصراحة كان يوم جميل قوي. ده الفراخ البانيه اهي. بقول لكم يا جماعة قبل ما انسى، بالله عليكم انا حاطه لكم اشتراكات اهو علشان تفتكروني في الاشتراكات، وتفتكروني اللي انتوا تشغلوا الفيديو من اوله لاخره، تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو كده من ايديكم الحلوين دولت. يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا بعد الفيديو الجميل والكومنتات الحلوه اللي انتوا كتبتوها لي في اخر الفيديو. فيا رب اتمنى كده ان انا يعني مش عايزه اقول لكم انا مبسوطه طايره طايره كده. فيا رب كده تكتبوا لي كومنتات على طول وتشوفوا فيديوهاتي وتشيروها لي كده وتكبروا لي القناه ان شاء الله. فما تنسوش يا جماعه وتعملوا لي لايك كده وايه، وادعوا لي كمان ادعوا لي كده القناة بتاعتي تكبر كده وتبقى حلوة وتشتغل طبعا بفضلكم يعني بعد ربنا ان شاء الله. ده كده كنا متبلين البانيه. نبدأ بقى نعمل الايه القشرة اللي هي اسمها ايه دي اللي هو بقى الدقيق والبقسماط والحاجات دي اللي هي الطبقة اللي بتغطيه. بيض على شوية لبن على شوية بقى ايه فلفل اسود وملح. وده البقسماط على الدقيق حطيناها كده مع بعض بقى عشان كنا عايزين نخلص، لان كميات كبيرة احنا جايبين كميات كبيرة كده ما شاء الله. كذا حلة محشي كذا كيلو بانيه علشان الكل ياكل كده ويشبع. وربنا يخلي الحاجة يا رب ويبارك لنا في عمرها كده اهوت. هي بتحب تأكلنا كده وتشبعنا يعني مش عارفين من غيرها والله كنا هنعمل ايه. ده كده البانيه متبل بقاله يوم وبايت في التلاجة فشرب بقى من التتبيلة حلوة قوي. وحطيناه بقى في هنا في البيض واللبن. بننزله فيها وبعدين نطلعه على البيض وعلى الدقيق والبقسماط على طول اهو. بعد كده اهو بنغطيه بيه كويس
ونسيبه في التلاجة شوية على التحمير بقى، قبل ما نيجي ناكل نقوم محمرينه عشان يبقى سخن اهو. ما شاء الله، الله اكبر، كمية حلوة، وتتحط كده في التلاجة عشان الايه القشرة الغطا مش عارفة اسمها القشرة ولا الغطا ولا ايه، تمسك في البانيه يعني، ما تسيبش منه. تمام. وطبعا بقى بعد كده نكون بنسخن، بعد ما نسيبه بقى في التلاجة ساعتين 3 نسخن بقى زيت، ويكون زيت غزير كده ونضيف. ونبدأ نحط بقى البانيه. بصوا بقى اتفرجوا على البانيه وطعمه وجماله وقرمشته، ومش شارب زيت ولا اي حاجة. بصوا شوفوا لونه عامل ازاي، جميل وطعمه تحفة. دي بقى الشوربة بتاعة الفراخ البانيه. احنا بصراحة بنعملها كده بمية، ونحط لها توابل، ونحط لها صلصة وزيت. ودي الحلة اهي، دي أول حلة كنا بنسويها. هتقولي لي أول حلة؟ احنا عاملين كذا حلة ما شاء الله يعني. احنا ناس أكلة محشي، احنا عيلة المحشي، احنا عيلة المحشي. بصوا بقى كده اهوت اهو. آه، بنحط كده الشوربة بعد ما تغلي، ونحطها كده على الكرنب، ونفضل نهز كده في الحلة، نحركها كده ونهزها علشان الشوربة تنزل في كل حتة، وما يبقاش فيه جزء فيه شوربة وفيه جزء مفهوش، فشوية يستوي وشوية ما يستووش، أو يشيطوا أو يتحرقوا. وبعدين الطبق ده بنكفيه كده. أنا مش فاهمة هو بيتكفي ليه، بس هي ماما قالت لنا حطوه كده. أنا مش فاهمة فايدته إيه. اللي يعرف فايدته إيه يقول. بس أنا سألت حد قال لي إن هو بيكتم البخار جوه الحلة، فبيضغط الحلة فبيخليها تستوي على طول. مش عارفة الكلام ده صح ولا غلط، ولا ايه فايدته الأصح ولا ايه. على العموم اللي يعرف يا جماعة يقول لنا. ودي ما شاء الله الله أكبر الحلة التانية، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. دي الحلة التانية. أنا مش هوريكم بقى ولا التالتة ولا الرابعة عشان ما ايه محدش يقول علينا. في دي الحلة التانية، وبرضو بنعملها بنفس الطريقة كده اهو. ما شاء الله الورق كان جميل، والحاجة يعني واخدة حقها بزيادة، ومعمولة بقى ايه بحب. فاهمين الحاجة اللي معمولة بحب كده وبنفس راضية كده وربنا يبارك يعني فيهم. ان كل الناس اللي عملوه، كل واحد كان يعني بيطلع احسن ما عنده، علشان كلنا نبقى مبسوطين في العزومة وفي اللمة. كانت لمة حلوة قوي. فده كده الفراخ البانيه كان اتحمر، ومطلعينه على ورق علشان يصفي الزيت بتاعه عقبال ما الباقي يتحمر، وعقبال ما الايه بصوا جميل، مش شارب زيت ولا حاجة. بصوا أنا كان نفسي تسمعوا القرمشة بتاعته، ومستوي من جوه ومقرمش من بره. جميل كده كده. حطينا بقى المحشي في الصينية. طبعا احنا كنا عاملين بقى الستات لوحدهم والرجالة لوحدهم والولاد. ودي بقى التحلية، كان في شوية كنافة كده شايلينها من رمضان، طلعناها وعملناها وغطيناها بقى بالشوكولاتة. أول مرة كنا نعملها بصوص الشوكولاتة، وبنقطعها. ومش عايزة أقول لكم بقى كانت طعمها عامل ازاي. كنا أول مرة بصراحة نجربها بالشوكولاتة. فيا جماعة جربوها كده هتعجبكم جدا. اه والله تحفة تحفة تحفة. وقبل كده كنا عاملينها وحاشينها مهلبية، برضو كانت يعني أتحف وأتحف. مش عايزة أقول لكم قد إيه كان طعمها حلو. فالشوكولاتة بالشكل ده غيرت طعم الكنافة 100%. يعني خلتك تاكل تحس ان انت بتاكل يعني طعمه مختلف، مش الكنافة بقى اللي هي على طول بتاعتنا ديت اللي بالعسل وكده، لا يعني تحس ان انت بتاكل حاجة مختلفة. ففعلا هي ادتها طعم حلو. فجربوها وقولوا لي ايه رأيكم. صوص الشوكولاتة حلو تعملوه كده بالكاكاو، وتسقوه على الكنافة من فوق. لما تطلعوا تسقوها بالشربات تسقوه بقى من فوق، فبيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. ده كده يا جماعة كان الفيديو بتاعي. معلش هو ده اتأخر عشان ده المفروض كانت تبقى عزومة في العيد، بس اتأخر لأن أنا قلت لكم إن أنا عيدته تاني عشان حصل فيه لخبطة. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب ما تنسونيش كده وانتوا بتحطوا اللايك والشير والسبسكرايب. طبعا احنا كنا حاطين الكنافة في الأرض بقى علشان ايه آه تبرد كده ونلحق ناكل على طول. فما تنسونيش يا جماعة في اللايك وفي الشير في السبسكرايب، واتفرجوا لي على الفيديوهات كلها.
اتفرجوا على الفيديوهات كلها، ما تنسوش وما تسرعوش الفيديو، ويا ريت تشيروا الفيديو بتاعي لكل اصحابكم وقرايبكم، تخليهم يشتركوا معايا في القناة كده وتتابعوني كده اول ما انزل فيديو كده وتشوفوه يتفرجوا على طول، تعرفوا ازاي بقى تشغلوا الجرس على الكل. تمام، اشوفكم بقى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.